السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا رب تكونوا بخير، وده جمعة جديدة يعني فيديو جديد وأول فيديو لينا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير وتقابل منكم صيامكم وصلاتكم وكل حاجة خير بتعملوها في الشهر ده. في الشهر ده قررت إن أنا أعمل برنامج. البرنامج هيتعرض قريب جدا، انتظروه. أما فكرة فيديو النهاردة هو احنا ليه بنصوم رمضان أصلا. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا. يا اهلا يا اهلا وحوي وح. بصوا يا جماعه، احنا كل سنه بنعلق الزينه وبنجيب الفوانيس وبنجهز البط والسمبوسه، بس في سؤال دايما بيخطر على بالنا واحنا عطشانين قبل المغرب ب10 دقايق: هو احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ يعني هل الموضوع مجرد عطش وجوع وخلاص؟ لا يا صاحبي، موضوع اكبر من كده بكتير. ده ابجريد لروحك اللي صدت طول السنه. تعالوا نعرف ليه رمضان ده هو الفرصه الذهبيه اللي لو ضاعت يبقى فعلا خسرنا كتير. بص يا سيدي، تخيل لو شركه اتصالات قالت لك الشهر ده الدقيقه بقرش والجيجا ببلاش، ولو شحنت ب10 هنديك 1000، هتعمل ايه؟ تموت نفسك شحن. رمضان هو شهر العروض عند ربنا زيه بالظبط، حسنات فيه بتضرب في خلاط وتطلع ارقام خياليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الصيام ده ليه وانا اجزي به، يعني ربنا مخبي لك مفاجاه يوم القيامه مش هيقول لك عليها دلوقتي. يعني لو كنت مفلس حسنات طول السنه، رمضان ده هو الجمعه البيضاء بتاعتك، ادخل واغرف. نيجي بقى للوحش بتاع الشهر، ليله القدر. عارفين يعني ايه ليله خير من 1000 شهر؟ انا قلت سبحان الله في الليله دي كانك فضلت تقولها اكتر من 83 سنه متواصله. احنا كبشر بنحب الشورت كاتس، ربنا ادانا ليله تختصر عمر بحال. يعني اللي يضيع الليله دي وهو قاعد يتفرج على حلقات رامز او بيقلب في التيك توك، ده محتاج يراجع السوفت وير بتاعه فوق. الصيام مش حرمان، ده ضبط زوايا. في ناس فاكره ان الصيام تعب وخلاص. لا يا باشا، الصيام ده صيانه دوريه، جسمك محتاج يرتاح ونفسك محتاجه تتربى. لما تقدر تقول لا لاكتر حاجه بتحبها اللي هي الاكل والشرب عشان خاطر ربنا، هتقدر بعد رمضان تقول لا لاي غلط بيواجهك. وبعدين يا اخي، الصيام ده هو اللي بيعرفنا اننا كنا كائنات مفترسه طول السنه. اول ما المدفع يضرب بنتحول لتنانين مجنحه فوق طبق المحشي. عشان نكون واقعيين، مش عايزين نطلع من رمضان كرشنا كبر وبس، عايزين كمان قلبنا ينضف. مش لازم تخلص 10 ختمات وانت مش فاهم ولا كلمة. اقرا صفحة واحدة بتركيز، الكيف اهم من الكم. انزل الجامع، شم ريحة المسك، اسمع صوت الامام وعيش الحالة. لما حد ينرفزك وانت صايم قول له اني صائم، مش عشان تفرجه انك صار نفسك انك راك النهاردة. وما ينفعش تنزل لمستوى. في الاخر يا جماعه، رمضان ده قطر سريع جدا، بيجي مره واحده في السنه. تلحق تركب في الدرجه الاولى وتتغير بجد، تفضل واقف على المحطه تتفرج على الزينه والمسلسلات. ربنا يجعلنا واياكم من العتقاء من الناس الى رمضان هيغير حياتهم للابد. تنسوش تدعوا لي وانتم بتفطروا، اول لقمه بتبقى مستجابه.